اول واهم خطوه واعظم خطوه ممكن تعملها انك هترجع عظمه الاسكابولا لورا وبعدين تنزلها بالشكل ده لتحت ونام على الدكه بالشكل ده بيديك ايزوليت اكتر لعضله الكتف، وكمان بيخلي عضله الصدر ايزوليت عن عضله الكتف، وهتشغل معاك الصدر جامد جدا. وده علشان معظم الناس بتشتكي ان الصدر مش بيشتغل والكتف بيشتغل اكتر لما تيجي تلعب بار او دمبل. البار، مسكه البار اوسع من عرض كتفك بالشكل ده وبتختلف من شخص للتاني. البنج، زاويه 30 ل 45 دي افضل زاويه للاستهداف في الصدر العالي والتركيز بيكون اكتر من الكتف. صح، بلاش تعمل الحركه دي وتحط صبعك على البار علشان مش صح وهيسبب لك اصابه للمعصم وكمان مش مريحه لايدك. شلت البار تمام، ليه المعصم لورا بالشكل ده غلط على المعصم ومع الوقت بيسبب اصابه للساعد ومش احسن اداء للصدر العالي ولا للتكنيك. الكوع سلايد بند، يعني تانية خفيفه ومش اوفر قوي، ما تفردوش للاخر علشان ما تحملش على مفصل الكوع وهيسبب لك اصابه زي التنس البو اللي معظم الجيماويه بيشتكوا منها. انزل على الصدر العالي للاخر بالشكل ده، الا اذا لو عندك اصابه في كتفك او في الم فبلاش تعمل فور رينج اوف موشن عشان ممكن يكون مش احسن حاجه عندك. فانزل لحد